الفرات ضد الإرهاب في الوقت الذي فرض تنظيم داعش سياسة التهجير القسري على السكان بعد عمليات النهب من قبل عناصرهم، بدليل أن غالبية القرى التي تحررت كانت خالية من السكان بعد ما أفرغت بالكامل من قبل داعش، وفجرت الكثير من المنازل، وكما زرعت الآلاف من الألغام في منازل المدنيين وأراضيهم الزراعية. بالتوازي مع هذا التهجير الممنهج من قبل داعش التنظيم الإرهابي، إننا في بركان الفرات ناشدنا جميع الأهالي باتخاذ تدابيرهم لحماية أنفسهم في مناطق الحرب، بعكس المزاعم الزائفة من قبل الجهات المعادية لحقيقة الثورة السورية والتلاحم الوطني. وعليه نعلن مجددا بأننا نعمل على الحفاظ على النسيج الديمغرافي والسكاني لمنطقة الأبيض وضمن الرؤية الوطنية الجامعة. ونناشد الأهالي إن عملية تأمين الاحتياجات الرئيسية تمهيدا لإعلان إدارة شؤون المدينة، وستكون ضمن أولوياتنا في الأيام القادمة من أجل تسهيل حركة عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم والتزام